أستاذ صلاح منصور، وأنت رجل فنان صادق بتمثل الشر بأجل معانيه، أنت عاطفي؟ أنا طفل ساعات يا سلام. يعني أنا ملاحظ عليك إنك عاشق للغناء، عاشق للمرح. يعني في حياتك الخاصة في البيت أنت مرح؟ ده أنا في البيت يعني ما كنتش أهزر مع ابني، بعتبره أخويا طبعا، نهزر مع بعض ويعمل لي حاجة أزعل منه فعلا وأجري منه وأجري وراه، فمراتي تبقى تقول يعني عيب يا راجل، انت عيب، انت راجل شايب زي اقول لها سيبيني انا بعمل ده وانا سعيد وابني مبسوط، ابني ضايق منك او شكالك. وساعات اعمل معاها كده برضه، اعكسها وتجري ورايا بس اجري منها زي العيال. نعم. بحس ان انا بعمل ده ببساطه مش بافتعال والله يا استاذ. صلاح منصور بيواجه الشر ازاي؟ الشر الذي ينبعث من الناس بصراحه. إذا لقيت الشر ده تعداني أنا للآخرين بحاربه. تحاربه؟ نعم. إذا كان ليا أنا بس دونكير ما بسألش عنه. هل أنت شخصية متسامحة يا أستاذ صلاح؟ أعتقد إلى حد ما يا أستاذ مفيد. هل تعلمت السماح مؤخرا ولا طول حياتك؟ والله مش عارف، أنا لقيت يعني يمكن التربية الدينية اللي أنا تربيت فيها يمكن يكون لها أساس. إيه التربية الدينية دي كانت إيه يا أستاذ صلاح؟ إن جدي كان مفتي، وجدودي فلاحين قاعدين على الفطرة، وطول أجازتي ليا 4 أشهر في الفلاحين عندنا، فيمكن ده الدك هذا تسامح، هذا أخلاق القرية اللي بيقول عليها السيد الرئيس. نعم. وأعتقد كلنا برضه يعني نعم. فينا نفس